المهارة الأهم على الإطلاق والهامة جدا جدا جدا. ولو طلعت من الكورس بالمهارة دي بس أنا هكون راضية جدا، وأقدر أقولك إنك لو قدرت فعلا تنمي المهارة دي عندك فمبروك، أنت كده خطيت أول خطوة في مهارات الذكاء العاطفي، وباقي المهارات إن شاء الله هتقدر تنميها وتطورها بشكل سريع، ألا وهي مهارة الاستماع. ويا سلام على مهارة الاستماع. احنا لو تعمقنا في اي حاجة في حياتنا هتلاقوا انها بتعتمد الاول على ان احنا نسمع. عاوز تحل مشكلة لازم تسمع الاول كويس. خلاف بين الازواج يبقى محتاجين نقعد مع بعض ونسمع بعض. هنتعاطف مع حد يبقى اساس التعاطف هو ان انت تسمعه. عايز تقلل من اندفاعيتك ورد فعلك المتهور على الامور يبقى محتاج انك تسمع صوتك انت الاول. عاوز تزود من ثقتك بنفسك يبقى تسمع نفسك وتشوف ايه الحلو اللي جواك وتسأل نفسك على نقاط القوة اللي عندك. يبقى مهارة الاستماع من غيرها احنا مفيش بينا اي تواصل ولا مع نفسنا ولا مع اللي حوالينا. 5 خطوات مهمين جدا 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 هنتكلم عنهم بالتفصيل عشان نقدر نفعل مهارة الاستماع الفعالة عندنا. ال5 خطوات دول محتاجين تدريب ووعي وتطبيق، وكالعادة مثابرة واجتهاد وصبر. أول نقطة هي الاستقبال receiving. أول حاجة محتاجين إن احنا نكون مستعدين لاستقبال الرسالة، يعني تفضي دماغك تماما وحواسك عشان تسمع اللي قدامك. انت بتسمعه عشان محتاج تسمعه مش عشان أي حاجة تانية، والمرحلة دي بنسميها الاستقبال receiving. تاني مرحلة understanding أو الفهم والتركيز. بعد ما استقبلنا الكلام واحنا في مرحلة الاستقبال مهم جدا ان احنا نفهم اللي بيتقال، ودي اخطر مرحلة، ويمكن بسببها بتحصل مشاكل لان ممكن يكون اللي بيتكلم قدامك ما عندوش القدرة انه يوصل اللي عاوز يقوله بشكل فعال، فبالتالي انت بتستقبل كلامه بطريقة غلط. ووقتها ممكن تقول طيب انا مالي، هو اللي قال كده وده اللي انا فهمته. هنا بقى اقولك افهم الكلام عن طريق ان انت لو شكيت ان المعنى مش واضح ليك لازم انا اسأله هل انا فهمت كده صح او لا. في الكوتشنج بنستخدم مهارة البارافريزنج او السمرايزيشن او التلخيص. انا بعد كل شوية بعد ما العميل بيحكي عن حاجة معينة برجع اعمل له اعادة تلخيص، اللي هو اقول له واسأله هل انا كده فهمت صح او غلط. بتأكد ان انا معاه على نفس الخط، مش هو بيحكي في مكان وانا في مكان تاني. تاني حاجة بتخلي الفهم مش واضح لو انت شخصيا عندك قناعات او معتقدات معينة مع الشخص اللي بيتكلم ده، فبالتالي هتكون حاطه جوه اطار معين، فبالتالي اي كلام هو هيقوله انت هتاخد الكلام ده وتحطه جوه الاطار اللي انت رسمه ليه. زي مثلا لو انت راسم صورة معينة لمديرك ان على طول لازم مديرك يبان انه هو الصح وانه بيقلل من امكانياتك وقدراتك، فجي في يوم المدير دوت قاعد بيتكلم معاك وبينصحك بجد نصيحة مفروض تسمعها وهتنفعك في شغلك، ولكن بسبب ان انت حاطط المدير ده جوه اطار معين فبالتالي مش هتسمع اللي هو بيقوله ولا هتفهمه ولا هتركز فيه. كمان خلوني اقول لكم على نقطة مهمة جدا بقت تتكرر دلوقتي نظرا لتطور الحياة اللي احنا عايشين فيه، ان معظم كلامنا دلوقتي بقى الكتروني، بقى على الشاشات، على الواتساب او الرسائل العادية. فنصيحتي ليكم اوعوا تعتمدوا على الرسائل الكتابية في حل اي نقاش او توصيل اي معلومة او وجهة نظر بينكم وبين حد تاني. امسكوا الموبايل وكلموا الطرف الآخر عشان تتأكدوا ان انتوا فاهمين صح، او اضعف الايمان سجلوا فويس نوت مش كتابة. الكتابة عمرها ما بتوصل النقاش بشكل صحيح، وبنلاقي بقى خلافات من نوع انت بعتلي الكلام من غير ايموجي، انا حسيت انك بتزعق وانت بتقول اسمي، والطرف الاخر ممكن ما يكونش قاصد كل ده، بس من الاخر حصل بينكم انتوا الاتنين سوء فهم. عشان كده المرحلة دي بتيجي تاني مرحلة واسمها الفهم او الادراك. تالت نقطة هي التذكر أو استرجاع الكلام remembering للكلام كله اللي احنا قلناه. بنيجي لتالت مرحلة هي مرحلة استعادة اللي انت سمعته من الشخص ده وانك تفتكر الكلام ده. وخليني اقولك ان المرحلة دي معتمدة على مدى تركيزك من الاول خالص مع المتكلم. ببساطة لو انت قاعد في اجتماع مهم بس مشغول بالموبايل ومش باصص حتى على اللي بيتكلم، فطبيعي ان انت هتخرج من الاجتماع مش فاكر ولا كلمة من اللي اتقالت. لو قاعدة في خروجة مع صحباتك ومشغولة برضو بالموبايل
وتيجي صاحبتك تقول خبر مهم وانتي مش منتبهة ليه، تيجي بعد كده تقولي ليها انتي ليه ما قلتيش، هتقولك لا انا قلت لما كنا مع بعض، بس علشان انتي ما كنتيش قاعدة مركزة وماسكة الموبايل، فبالتالي مفيش استقبال، ونتيجة حتمية ان انتي ما افتكرتيش اي حاجة. خليني برضو اقول ان جزء من عدم تذكرنا للحديث او المعلومة اللي بتتقال ان ممكن يكون الشخص نفسه اللي بيتكلم بيكون بيتكلم بشكل معقد او صعب، او كلامه كله علمي قوي، فبيخليك غصب عنك تفقدك التركيز او الفهم في الكلام اللي بيتقال. افتكر مرة كنت بحضر كورس اونلاين مسجل، ومن كتر ان المدرب كان بجد عمال يتكلم بشكل معقد جدا وعلمي زيادة عن اللزوم، وما بيعملش تربيطة بين كل الكلام اللي بيقوله، انا حقيقي ما قدرتش اكمل الكورس ولا قدرت اسمعه. ولو جيتوا سألتوني دلوقتي على اي معلومة من الكورس ده هقول لكم مش فاكرة اي حاجة فيه ولا كلمة. من الحاجات كمان اللي بتساعدني انا شخصيا على ان انا افتكر الكلام او المواقف اللي حصلت، هي ان انا بربط الكلام او المواقف بحاجة معينة. وعلى فكرة هتلاقوا نفسكم انتوا كمان بتعملوا الكلام ده وانتوا مش حاسين. مثلا لو بعد خروجه مع اصحابنا وجي حد قال لنا شفتوا فلانة اللي جت، هنقول ايه ده مين دي؟ مش فاكرة. هنقول اللي جت وسلمت علينا ومشيت. اوكي، اللي كانت لابسة حاجة معينة، اللي كانت بتزعق لفلان، فنبتدي نربط الشخص بموقف معين هو عمله. يبقى مرحلة التذكر هي ان انت تفتكر الكلام بشكل واضح، معتمدة على أول مرحلتين، وهي إن إحنا على قد ما هنركز في أول خطوة ونركز في الكلام واستقبالنا للكلام، هنقدر بعد كده نفتكر الكلام بسهولة. رابع حاجة هي رد الفعل، الريسبوندنج بتاعك. المرحلة الرابعة دي هي مرحلة بنسميها اوزن الكلام، مصطلح كده بنسمعه كتير لما بنقول لحد طب اسمع الكلام واوزنه، يعني شوف اللي هيتقال ايه واسمعه وافهمه. المرحلة الرابعة دي هي مرحلة التقييم. أنا قعدت وسمعت وركزت وفاكر كل كلمة قلتها، يبقى مهم جدا ان انا اقيم بقى الكلام في دماغي واشوف ينفع ولا لا. خلوني اقول لكم المرحلة دي اكتر مرحلة بيحصل فيها اختلاف في وجهات النظر، لانها معتمدة على خبراتي السابقة، على قيمي وعلى مبادئي. لو مجموعة أمهات قاعدين مع بعض مثلا وبيفكروا في سفرية يسافروها من غير الأولاد عشان يفصلوا فيها شوية، وكلهم عندهم أطفال، هيبدأ النقاش. طب نسافر حتة جوه مصر؟ لا بره مصر؟ طب نسافر مكان قريب من القاهرة ولا بعيد؟ مرحلة التقييم أو الرد على المقترح ده أكيد هيحصل فيه تضارب كتير. ليه؟ لأن كل واحدة هتبدأ تقول رأيها بناء على نشأتها وبناء على الظروف اللي هي عايشة فيها. هتكون النتيجة ان في اللي ولادها كبار وعادي ممكن تسافر، وفي اللي ولادها صغيرين مش هينفع تسيبهم، في اللي هتيجي تهجم وتقول انتوا ازاي بتعملوا كده، ازاي بتفكروا اصلا ان انتوا تسافروا من غير الولاد، في اللي ما عندهاش مشكلة ومعانا في اي حاجة. المرحلة دي هي اكتر مرحلة بتثبت ان كل ما كان عندنا مستوى عالي من الذكاء العاطفي، كل ما هنقدر نتعامل بشكل راقي مع الاختلاف في وجهات النظر. لان ببساطة مش معنى ان انا بقول رأي مخالف لرأيك يبقى انت لازم تنتقدني او ان انت تقلل من شأني، ومش لازم دايما اكون انا الصح وانت الغلط. كل ما كان عندنا وعي ومتفتحين لاستقبال كل وجهات النظر، كل ما كان عندنا القدرة على موازنة الامور وتقييم الامور بشكل صحيح. اخر مرحلة في مراحل الاستماع هي مرحلة رد الفعل، او بنسميها الفيدباك او التغذية الرجعية، او ان انا أقول رأيي بدون تجريح، بدون ما أنتقد حد، بدون ما أوصل رأيي ده بطريقة فيها تجريح، ولكن أوصله بطريقة فعالة وصحية بدون أي مشاحنات، وأخد بالي كويس قوي من طريقتي وأنا بقول الفيدباك أو رأيي ده. أول حاجة اتعلمتها كمنتور في الكوتشنج إن أنا لما أكون في جلسة كوتشنج وبقيم كوتشز بيعملوا جلسة كوتشنج مع بعض، التقييم بتاعي ده يكون معتمد على إن أنا بيكون معايا نوت ومقسماها نصين، في جزء بكتب فيه I like وجزء التاني بكتب فيه I wish، يعني الحاجات اللي عجبتني في جلسة الكوتشنج والحاجات اللي بتمنى إنها تكون موجودة. في بداية الفيدباك بتاعي بستخدم تكنيك أو تقنية اسمها الفيدباك ساندويتش. عارفين ساندويتش البرجر كده بيكون عيش وبعدين برجر وبعد كده عيش. الفيدباك باختصار ان انا ابدأ بالمميزات الاول والحاجات اللي عجبتني في الرأي دوت، وبعدين اقول رأيي بطريقة بدون تجريح، وفي الاخر اختم بحاجة ايجابية. يعني مثلا
انت قاعد في ميتنج وبتطبق فيه كل مراحل الاستماع الفعال اللي قلناهم، وفي نفس الوقت قاعد بتاخد ملاحظاتك عن الميتنج ده عشان لما يخلص تبتدي تدي الفيدباك بطريقة الفيدباك ساندويتش اللي احنا قلناها. تفتكروا لو طبقنا المراحل دي في حياتنا هيكون التواصل بينا عامل ازاي؟ لو طبقناه مع أولادنا، زوجك، زوجتك، كل دوائر حياتنا هتبقى عاملة ازاي؟ ما قابلكش قبل كده ان انت تسمع حد بيتكلم عن حد تاني وبيقول انا بحبه عشان بيعرف يسمع؟ سمعت قبل كده حد شكر في حد تاني وقال له شكرا عشان انت سمعتني؟ وده بيثبت ان الاستماع ده اساس تطبيق مهارة التعاطف اللي احنا لسه متكلمين عنها. وده اللي بيخليني أكد عليكم تاني ان مهارات الذكاء العاطفي كلهم مربوطين ببعض. كل ما كان استخدامنا لمهارات الذكاء العاطفي بشكل متوازن، كل ما كانت نسبة تعاملنا مع الناس هتصبح فيها شكل فيه ذكاء عاطفي عالي وعلاقات صحية مرضية لجميع الأطراف.